اللي ليها مشروب معين واللي ليها آيات قرآنية واللي بتقلع الجزمة. طقوس الفنانين قبل ما يطلعوا المسرح عشان يغنوا غريبة جدا، وعشان كده هتلاقوا جوه الفيديو ده أغرب الطقوس دي. فيلا بينا على حكاية جديدة من حكاوينا. كل واحد عنده طقوس قبل ما بيبدأ يومه، يعني واحد لازم يشرب كوباية القهوة بتاعته، التاني مهم يمارس الرياضة، واللي بيحب يجري في التراك. لكن عمرك فكرت ايه هي طقوس الفنانين قبل ما يبدأوا يغنوا؟ منديل أم كلثوم لو فاكرينه، اهو ده بقى يعتبر طقس من طقوسها قبل الغنى على المسرح. كانت دايما تظهر بيه في الحفلات. وعبد الوهاب حكايته مختلفة مع الطقوس، وكان بيحب يشرب الأعشاب. عادات النجوم بعضها ديني وبعضها عشان يخلصوا نفسهم من التوتر، لأن المسرح برضو ليه هيبته. الجيل الجديد بقى الموضوع معاه مختلف شوية، يعني عندك تامر حسني قبل ما بيطلع يغني على المسرح لازم يتصل بوالدته ويقول لها ادعي لي يا أمي. إيهاب توفيق بقى كمان بيعمل حاجة مختلفة، وهي إنه يلبس سلسلة عليها آية الكرسي ويحط مصحف صغير في جيبه، ولازم قبل الحفلة كمان يكون تليفونه مقفول وما يحبش يستقبل أي تليفونات أو ضيوف أو زيارات، وكان بينام وقت طويل جدا عن اللي متعود عليه، وده كله طبعا بسبب التوتر. وعشان كده كان بيعمل بروفات كتير. نيجي بقى لمحمد حماقي، فهو بيتوتر بسرعة جدا، عشان كده لازم يظبط مع الفرقة ترتيب الأغاني قبل ما يطلع على المسرح عشان لو حصل أي لخبطة، لأنه بيتلخبط جدا لو توتر. وبعد كده كان بيقرأ قرآن ويبدأ حفلته. لو دخلت بقى أوضة الفنان هاني شاكر قبل الحفلة لازم هتلاقي كوباية الأعشاب الدافية أيا كان نوعها، بس لازم يشرب قبل الحفلة عشان يقلل من توتره الشديد اللي بيوصله لدرجة إنه ما بيخرجش من باب أوضته طول النهار يوم الحفلة. وخاصة بقى لو في الشتاء كان بيخاف على نفسه جدا وما بيخرجش من البيت قبل الحفلة بأيام كتير. أصالة بقى بتعمل حاجة غريبة جدا هتستغرب منها، وهي إنها بتحب تقلع الجزمة وهي بتغني على المسرح. ليه بقى؟ لأنها بتحس بالراحة وبتقول إنها حبت شعور المزيكا مع رجليها. يعني في مرة كان عندها حفلة وقالت لهم عاوزة أروح عشان الجزمة ضايقتني، أو أخلعها بقى وأكمل الحفلة. ومن هنا اكتشفت إن خلع الجزمة من الأمور اللي بتبسطها جدا وهي بتغني، وبقت تعمل كده حتى في البروفات. مش بس كده، دي في مرة كمان قررت إنها تعمل انترفيو من غير الجزمة، وكانت مبسوطة وعلى حريتها جدا وحست بالفرق. شيرين عبد الوهاب قصتها غير كل اللي فات. الموضوع عندها مش مشروب سخن للأحبال الصوتية، لأ، دي بتاكل طبق كشري بالشطة والدقة قبل ما تطلع على المسرح تغني، وشايفة ان دي احسن حاجة تعملها قبل ما تغني، لان الكشري للغنى احسن حاجة. حمادة هلال بقى عكس الكل ومختلف عن اللي بيحب يقعد في اوضته وما بيخرجش من التوتر، لا، هو بقى بيحب الحركة والضوضاء، بيحب يقعد في مكان دوشة عشان ما يحسش بأي قلق خالص. كمان عنده حاجة مهمة قوي في أي حفلة ليه، وهي إن أخوه لازم يكون معاه في البروفا علشان بيعمل له جو من المرح والدعابة. كمان بيطلب منه يقول له نكت علشان يهدي أعصابه وأعصاب الفرقة كلها. وأول ما يبدأ حفلته لازم يتصل بمراته ووالدته عشان يسمع دعواتهم. قولوا لي بقى أنتم ليكم طقوس معينة لازم تعملوها في بداية يومكم ولا لأ؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، وقولوا لنا ايه اغرب طقس لقيتوا فنان بيعمله قبل كده.